السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فتحي المرشد السياحي. أهلا وسهلا بكم في رحلة جديدة إلى أحد أجمل معالم مصر القديمة. اليوم نذهب سويا إلى معبد دندرة، واحد من أكثر المعابد غموضا وجمالا في صعيد مصر. يقع معبد دندرة على الضفة الغربية لنهر النيل، شمال مدينة قنا، وهو مكرس لعبادة الإلهة حاتحور، إلهة الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء. تم بناء المعبد في العصر البطلمي، وأضيفت إليه عناصر عمارية في العصر الروماني. ومع ذلك، فإن أسسه ترجع إلى أزمنة أقدم بكثير، قد تصل إلى عهد الملك خوفو. ومن أشهر ما يجذب الزوار في هذا المعبد هو السقف النجمي في قاعة الأعمدة، والذي يظهر رؤية القدماء للكون والمجرات. كما يوجد فيه ما يعرف بمصباح دندرة، وهي نقشة تثير جدلا كبيرا حول معرفة المصريين القدماء بالكهرباء. في أعماق المعبد نجد السراديب والممرات السرية التي كانت تستخدم لطقوس دينية خاصة، ولا يزال الكثير منها غامضا حتى اليوم. يعد معبد دندرة تحفة فنية وتاريخية تجمع بين الدقة العمارية والعقيدة الدينية. إنه شاهد على عظمة الحضارة المصرية وما بلغته من تقدم ورقي. لا تنسوا زيارة هذا المعبد العظيم إذا جئتم إلى صعيد مصر. وإلى لقاء آخر في رحلة جديدة إلى أسرار المصريين القدماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تكتشف أسرار أكتر وتندهش أكتر، شارك الفيديو واعمل سبسكرايب دلوقتي.